السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ إن شاء الله يا رب الكل يكون بخير بصحة وعافية، آمين يا رب العالمين. قصتنا اليوم حلوة كتير وإن شاء الله تعجبكم، بس اللي بيخاف ما يدخل القصة أبدا. صلوا على النبي يا جماعة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أنا اسمي سيف ومش هطول عليكم، بس اللي حصل معايا هقول لكم بصراحة. خلاني أشك إن في حاجات حصل حواليا، حوالينا إحنا مش بنشوفها خالص، مش شايفينها بس هي شايفانا كويس أوي. وعمري ما كنت أتوقع إن الخلافات دي حصل لي، ولا الحاجات الغريبة دي، لحد ما اللي حصل لي معايا وهقوله لكم بكل تفصيل وأمانة. في حاجات كنت بأمن بيها. القصة بدأت لما انتقلت لشقة في عمارة في شبرا. الشقة دي كانت حلوة جدا، بس كان فيها حاجة غريبة قوي، ما فيهاش ولا مراية خالص، ولا مراية واحدة بأي حيط بأي درج بأي سلم بأي مكان، حتى بالحمام ما فيهوش أي مراية. معقول في حمام في الدنيا ما فيهوش مراية؟ أيوة، شقتي دي ما فيهاش أي مراية أي خالص. في البداية ما خدتش ببالي، لكن بعد شوية قررت أشتري مراية كبيرة قوي، وعلقتها على الحيط قدام السرير علشان لما أفوق الصبح أشوف نفسي وأفوق نفسي وأعرف أسرح شعري عليها. وأول ليلة نمت فيها بدأت الكوابيس، وبدأت إني تحصل لي كوابيس جامدة جدا. كنت بحلم إني نايم في أوضتي، وقمت أبص في المراية لقي نفسي موجود بس مش أنا كنت واقف في ثبات، واللي في المراية بيبصلي وبيديني ابتسامة باردة ومخيفة. مش ابتسامة عادية، ابتسامة حد كان بيبصلي من بعيد لبعيد علشان أخاف. وفي كل حلم ابتسامة الوش اللي في المراية كانت باردة، وتزداد الرعب يوم بعد يوم بعد يوم، لدرجة إني لما صحيت كان قلبي بيطلع من صدري، ومش بعرف أنام تاني إلا لما أجيب كوباية مية وأبدأ أقرأ بالقرآن عليها، وأبدأ أشرب بالمية وأغسل فيها وشي ودماغي لحد ما أقدر أنام وأعرف أنام باسترخاء. أه بعد كم يوم صحيت على صوت حاجة بتخبط، لقيت المراية عليها بصمة كف. كانت حد لمسها من جوه مش من برا. أمسح بيها مش بتتمسح، حد خبط عليها من برا كأنه بيستنجد بيا. أكتر حاجة أخوفتني إن انعكاس المراية بتاعتي، إن في المراية كان بيعمل حاجات مش بعملها أنا. مرة لقيتني بغمزلي، ما مش فاهم مين اللي بيغمزلي ده، بس هو شبهي بالتمام. مش بس كده، في مرة دخلت أوضتي ولقيت المراية مش بتعاكسني أصلا، كانت فاضية، لكن كان فيها انعكاس تاني خالص، نسخة تانية مني، لبس غريب، آه كأنه واحدة ولابسة فستان رمادي قديم، بتبتسم لي وتغمز لي، بس هي شبهي خالص خالص. من اليوم ده وأنا بقيت أخايف أشوف نفسي في المراية، بقيت أشوف انعكاسات غريبة مش بتاعتي. وفي كل مرة كل المرايات اللي حواليا، حتى بشاشة الموبايل المقفول، كنت بشوف وش تاني غير الوش بتاعي اللي خلقه ربنا. رحت للشيخ، أكيد رحت للشيوخ كتير. رحت للشيخ وحكيت له عن المرايات، مش مجرد زجاج، دي أبواب وانت فتحتها. الأبواب دي اللي في المرايات عايزة تاخد مكانك اللي انت نايم فيه. من ساعتها غطيت كل المرايات في الشقة، وبدأت أتجنب أبص في أي مراية تعكس صورتي بأي مكان، لا مراية ولا موبايل ولا أي حتة. بس العلامة الغريبة اللي بقت تظهر لي على وشي في المراية بدأت تظهر على وشي في الحقيقي. الانعكاسات والوضوح اللي كان في المراية بقى ينعكس بجد علي. كل يوم الصبح ألاقيها واضحة، وده كان بيفضل يقربني أكتر وأكتر من الجنون. أنا كنت هتجنن من اللي بيحصل لي ده. الموضوع اتطور، بقيت أسمع صوتي وهو بيتكلم وأنا ساكت، ما فتحتش بقي خالص. مرات بسمع صوتي بيقولي خلاص هو ضعف وقربنا نخرج منه.
إحنا قربنا نخلص مشوارنا اللي بدينا، بس نصبر شوية. مرة صحيت على صوت المرايات بتتكسر، ولقيت المراية اتكسرت بالنص. اتكسرت بالفعل من النص، بس الانعكاس كان لسه سليم. وأنا اللي في المراية ببص لنفسي وأقول أنا استنيت كتير وكفاية عليا كده. بعدها حسيت بجسمي بيتقل، ركبتي ما بترتعش، ونفسيتي تقيلة في المراية. حطيت إيدي على الزجاجة، وفجأة إيدي خرجت من المراية وسحبتني جوا المراية. صحيت في مكان غريب عن الشقة. الشقة كانت تشبه لشقتي دي. كانت زي دي زي بتاعتي، بس كل حاجة كانت فيها معكوسة. آه، كأنه في سيف تاني غير أنا في المراية، هو اللي خلى الحقيقة، وأنا بقيت محبوس جواها. دلوقتي كل ما أي حد يبص في المراية ويشوفني وأنا أصرخ بطلب المساعدة منه، بس مفيش أي فايدة ومفيش أي حد يسمعني. لما فكرت أبحث عن سبب كل ده اكتشفت إن الشقة مرعبة. الشقة كانت ملكي لساحر كان بيشتغل في السحر الأسود. أيوة، هي كانت لواحد ساحر بيشتغل بالسحر الأسود. قتل فيها بطريقة وحشية، واتقتل فيها بطريقة وحشية من سكان الحي زمان. روحه الشريرة فضلت ساكنة بنفس المكان، والسبب ده المراية القديمة اللي كانوا بيقول عليها أبواب العالم، أبواب الأرواح. الروح دي قدرت تلتفت انعكاس وتحاول تطلع من المكان اللي هي محبوسة فيه. أنا دلوقتي مش بس بحاول أنقذ روحي، لكن كمان بحذر أي حد يقترب من الشقة دي، لأنها فيها روح محبوسة، وهي كانت مقتولة فيه وبتصرخ. وكل ما حد يسكنها تجننه وتعمل وتدخله المراية وتدخله بنفس الدوامة. والعودة من المكان ده مش بسهولة خالص. هاي كانت قصتنا لليوم. واللي بخاف من أفلام الرعب ما يدخلش القصة خالص. أنا وأنا بقرأها خفت. آه هاي كانت قصتنا لليوم. صلى على النبي كثير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كانت معكم ريتا جمال، بحبكم بالله. لا تنسوني من دعوة حلوة منكم، الله يفرجها علينا وعليكم. آه لا تنسونا من التعليق، تفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. بحبكم بالله. سلام.